تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد. الإمام الشافعي. لكل محبين السفر والمغامرة، أهلا بيكم مع دولة. ده أول فيديو ليا على القناة، وبشكر كل الناس اللي بتتابع، وأحب أقول لكم وأقول لنفسي في المستقبل: ياه، إيه المنظر ده؟ يعني البدايات دايما أكيد كانت متواضعة كده، بتيجي تعمل سكرول بقى في القناة ونشوف ايه اول فيديو كان شكله عامل ازاي. طيب هنقدم ايه وهنقول ايه في القناه؟ انا طول عمري كنت بسافر بحكم شغلي وارتباطي بشغلي في داخل الدوله كنت بشتغل فيها وبراها، فزي ما بيقول كده انا اللي كنت الشخص اللي شنطته على ظهره دايما وعايش في المطارات كل اسبوع بيسافر. ولكن السفر في الشغل حاجه، وبعدين السفر بتاع الكحرطه ده حاجه تانية خالص، ان انت يبقى عندك وقت وصفاء ذهن ان انت تقدر تستمتع بالسفر وتقابل الناس وتشوف ثقافتهم وتاكل من الاكل اللي بياكلوه وتركب مواصلاتهم وتشوف الدنيا كلها بشكل مختلف، فتكتشف ان انت في الاخر ما سافرتش قبل كده. الموضوع بدأ ازاي؟ بدأ ان انا كنت بدور على فيديوهات، كنت بحضر السفرية بتاعتي، اول سفرية في الكحرطة لاوروبا. فبدور على الفيديوهات المدن اللي انا عايز اسافرها، بلف اشوف الناس اللي على اليوتيوب عاملين فيديوهات ايه. فيا اما بتلاقي الناس عاملين فلوجز وبيوروك الاماكن اللي في كل البلاد والفيو حلو قوي والتصوير جميل، او حد بيديك نصايح تعمل ايه وتروح ازاي وتطلع الفيزا ازاي والتفاصيل بتاع كل بلد. بس ما لقيتش حد بيقدم التجربة كاملة، انت تخطط سفريتك ازاي، كل حاجة سعرها كام، تحجز فندق فين، تروح اماكن ايه والتيكت بتاعت الاماكن. فحبيت ان انا اعمل محتوى يكون شامل الجزء ده، الجزء الفلوجات والمناظر والاماكن اللي رحتها، في نفس الوقت النصايح لو حد عايز يسافر البلد دي يسافر ايه ويروح فين ويعمل ايه. طبعا مش تقدر تقدم كل حاجة، بس على قد ما تقدر بتجتهد بحيث ان ممكن حد يستفيد من الفيديو. من اكتر الناس اللي الهموني بصراحة في رحلتي وفي التحضير للسفري واليوتيوب هو المغامر الرحال المصري شريف نبيل، بتاع اكشن. هحط القناة بتاعته في وصف الفيديو، يا ريت كلكم تعملوا سبسكرايب. واحب اقول له لو سمعني في يوم من الايام، خدني معاك في اي رحله يا شريف، اي طلعه انت طالعها خدني معاك. هتكلم عن نصايح عامه بسيطه في السفر ممكن تفيدك في اي سفريه، سواء سفريه شغل او سفريه فسحه. زي ازاي تحضر الشنطه بتاعتك، ايه الابلكيشنز اللي تحطها عندك على الموبايل. يا جماعه احنا في تجهيز الشنطه بتاعتنا، ازاي تجهز باك لسفريه اسبوع. احنا يا جماعه السفريات بتاعتنا نص الحاجات اللي احنا بناخدها سواء مسافرين في الصيف او في الشتاء ملهاش اي 30 لازمه ومش هنستخدمها. فناخد بس الحاجات البيزكس، الحاجات اللي هتفيدنا عشان حتى تسهل علينا حركتنا وتخلينا نحجز طيران ارخص من ان انت بتاخد باجج اقل في الطيران. ازاي تلف مدينه في 24 ساعه، ايه الاماكن اللي تروحها، المواصلات، النت، الهوستل، واهم حاجه قبل كل دول الفيزا. هتكلم عن اكتر الاوهام والهبدات اللي لها علاقه بالسفر، زي ان انت لازم تبيع كليتك عشان تسافر اوروبا. الكلام ده مش حقيقي. انت ممكن تسافر اسبوع في اوروبا يورو تريب بتمن ما بتطلع اسبوع في الساحل. ممكن تحجز طيران دولي ارخص ما بتحجز الطيران الداخلي. انا حجزت تيكت مره من فيينا لفينيس ب 500 جنيه، او هبدت ان اليورو زي الجنيه، ودي حاجه بيسمعها كل الناس اللي بتسافر او كل الناس اللي عايشين في اوروبا. لا طبعا، وان انت لو تصرف 100 جنيه في مصر لازم تصرف 100 يورو في اوروبا. الكلام ده مش حقيقي، واليورو مش زي الجنيه، ولا برضو اليورو بيشتري نفس الحاجات اللي انت تشتريها ب 30 جنيه. عن دول اوروبا والشنجن فيزا، وهتكلم عن دول الفيزا بتاعتها اسهل شويه وممكن تقدم عليها اونلاين زي ارمينيا، ودول ممكن تسافرها كمصري من غير اي فيزا خالص، واماكن ومدن داخل مصر اجمل من اي مكان في العالم. هتكلم عن تجربتي في كل مدينة رحتها، من أول ما وصلت المطار ركبت مواصلات عامة إيه عشان أوصل للداون تاون، المواصلات اللي بتركبها هناك، المطاعم اللي كلت فيها، أسعار المطاعم، كل التفاصيل اللي أنت محتاج تعرفها عن كل مدينة، والأماكن السياحية اللي تروحها، والحاجات اللي تستحق تدفع التيكت بتاعتها، وحاجات تشوفها من بره من غير ما تدفع التيكت بتاعت إن أنت تخش المتحف أو تطلع البرج. هتشوف فلوجات من كل مدينة رحتها بالأماكن السياحية، بالتصوير، بالمكان اللي ممكن تزوره هناك، وهتشوف مقابلات مع ناس من أهل البلد أنا اتعرفت عليهم، أو هتشوف عن ناس مسافرين اتعرفت عليهم هناك، أو ناس أنا أعرفهم بيسافروا كتير يحكوا لنا تجربتهم إيه في السفر. هتشوف فيديوهات قصيرة لو معاك 24 ساعة أو 48 ساعة في مدينة تلف إيه أو تروح أماكن إيه بسرعة.
هتعرف ازاي تخطط رحلتك من الألف للياء لوحدك عشان ما تفاجأش بأي مفاجآت وانت مسافر. هتعرف ازاي تحجز كل حاجة لوحدك، من أول الفيزا لحد الطيران لحد الإقامة لحد الأكل والشرب والرحلات نفسها اللي جوه البلد، سواء تاخد رحلة أو تركب مواصلات تروح المكان اللي بيروحوا بيه الرحلة من غير ما تستخدم وسيط أو أي شركة سياحة. لو انت من هواة المحتوى المقروء هتلاقي لينك صفحتي على فيسبوك في الوصف، اعمل لايك وفولو، هنزل عليها مقالات للناس اللي بتحب تقرا عن كل مدينة رحتها وتفاصيل الرحلة بتاعتي كاملة، وهيكون معاها صور من الأماكن اللي رحتها، أشهر الأماكن السياحية في كل بلد. وبالمرة تابعونا على التيك توك والانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. فلو انت من المهتمين بالسفر، عندنا باكج زي الباكج بتاعت شركات السياحة بالظبط. فعل الباكج من فضلك، اعمل سبسكرايب على اليوتيوب، اعمل فولو ولايك لصفحتي على الفيسبوك، واعمل فولو على انستجرام وتيك توك، هتلاقي كل اللينكات في وصف الفيديو. طيب القناة دي لمين؟ القناة دي لأي حد مهتم بالسفر، أي حد بيعمل سيرش عشان عايز يسافر مدينة معينة أو دولة معينة ممكن يلاقي معلومات يفيده، أي حد بيحب يتفرج على الفلوجات والأماكن والدول ويحب يشوف المدن التانية والأماكن اللي بتتزار. طيب القناة دي اللي مش لمين، او بالاصح طريقة السفر بالكحرته دي مش مناسبة لمين. اول حاجة لو انت من هواة السفر بالرفاهية وبتحب الفنادق ال5 نجوم والطيران البيزنس، واصلا انا احب احجز الفندق يبقى الفندق جنب البيتش والكلام ده، فما اعتقدش ان طريقة السفر دي هتبقى مناسبة ليك. وصدقني انا كنت واحد من الناس دي، بس لو انت فليكسبل ان انت تغير طريقة تفكيرك صدقني هتتبسط جدا جدا جدا. رقم 2 طريقة السفر بالكحرته، خلاص هنسميها السفر بالكحرته، مش مناسبة ليك لو انت لياقتك البدنية مش احسن حاجة. مش هقول لك ان انت لازم تبقى فورمة الساحل وبتاع، بس لازم يبقى عندك قدر ادنى من اللياقة البدنية، لان طريقة السفر دي هتمشي فيها كيلوات كتير وهتطلع سلالم بالهبل. وصدقونا يا جماعة انا طلعت كمية سلالم لما نفسي اتقطع. فلازم يبقى عندك الحد الادنى من اللياقه البدنيه، عشان كمان انت هتشيل شنطتك وتتحرك بيها وهتسافر كل يوم من بلد لبلد، فهتبقى متواجد على طول على المطار. لو ما بتعرفش تسافر لوحدك او ما بتحبش تسافر لوحدك، او مش سهل ان انت تعمل علاقات مع ناس تانية، او مش منفتح على الناس اللي من ثقافات مختلفة عن ثقافتنا وطريقة تفكيرهم مختلفة، فبالتالي مش هتندمج قوي في الهوستلز والمجتمع الباك باكرز والناس دي، فبرضه مش هتبقى انسب طريقة سفر ليك. لو مالكش طقطان على البحث وصبر على الاجراءات وان انت تستنى لحد ما تلاقي الفرصه المناسبه اللي فيها احسن سعر للتيكت والباكج والرحله بتاعتك وتظبيط الرحله من بلد لبلد، فبرضه دي مش هتبقى انسب طريقه سفر ليك. انا حاسس ان انا كده طفشت كل الناس، ودي مش انسب طريقه سفر لاي حد، بس عشان نبقى على بياض الناس اللي بتتابع معانا يبقوا عارفين احنا بنتكلم في انهي طريقه سفر وازاي ممكن تستفيد بيها لاقصى حاجه. ولو في اي كومنتات او اسئله انتوا حابين تسالوني عليها حطوها في الكومنتات، وهجاوب على كل الاسئله في الفيديوهات الجايه، واشوفكم على سفر.